أقدم لكم قصيدة بعنوان مقبرة المبادئ. عن مقبرة الأجداد مررت أشتاق لأجدادي ولزمانهم في هذه البلاد ولكرمهم وأصالتهم وخيرهم الجواد. نفح الثرى وعبك الورد على قبورهم تروي الخد من دمع البعد، تكاد العين تسيل شهد. في القبور نعم هناك الأجداد ومعهم القومية والأمجاد والمبادئ والقيم كلها دفنت معهم هنا في البلاد. واصبحنا بعدهم بحرق السهاد، واصبحنا بعدهم بحرق السهاد. لا ننام على سكينة نركن على ارتياب، إلا من لطف به رب العباد وجعله منشولا من بئر العتمات. ثم أسير بعد صراع مع الاشتياق على الشارع الجديد، فأجد من الهوى العديد. أجد أصحاب الألباب المتفتحة كالنرجس تفوح رائحتهم من بعيد. ألباب تهوى الكتاب وتعمر في الأرض الخير المجيد، تنير ظلمات الجاهلين وكأنهم شموعا في الظلام للبائس المسرة تعيد. ثم يهوي قلبي أسفلا عندما أجد أصحاب العقل السديد الذين يهوون التخريب. ترى من يكسر نورا ويقتل ويضرب يعنف ويسلب وهو سعيد، أو ليس بجهلهم إلا مستنقع كديد. لا يعرفون صوابا والصواب لديهم أمر عجيب. وإذا جرأت لنصحهم بنور الكلمات قالوا ما هذا الهراء المريب. وإذا جرأت لنصحهم بنور الكلمات قالوا ما هذا الهراء المريب. فإذا ضاعوا كما هم سيصارع ضميري معركة مع التأنيب، معركة الناصح والضحايا. من أراد شعل المنائر بنور العلم الرهيب لكنهم للأسف يجدوا منيب. فلا تدعوهم يحرقوا بلظى التجاهل واللهيب. وهم من أحب نشل أمة وصلت بهم الأيام لقاع الحضيض. السلام عليكم. شكرا للطالب أحمد جعوس على هذه القصيدة المؤثرة. ندعو الطالب أحمد جعوس يبقى هنا على المنصة ليتسلم درع التكريم بمناسبة إصداره ديوانا شعريا تحت عنوان ترانيم على أوتار البلوغ. وأيضا الطالب أحمد جعوس لحصوله على علامة 100 في بكروت أدب اللغة العربية. كذلك أدعو الطالبة ريما محاميد لتتسلم درع التكريم بمناسبة حصولها على علامة 100 ببكروت أدب اللغة الإنجليزية. هنيئا لكم ومزيدا من التقدم والنجاح.